السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء طلاب ريب 2. أهلا بكم فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجيومتري. يلا بينا نكمل إن شاء الله النهاردة على lesson 1 في الجيومتري، يونت 3 lesson 1، ووقفنا لغاية ال inequality of the triangle. الناس اللي نسيت الجزء الأولاني ممكن نفتح كده في الفيديو ونرجع عليه تاني. دلوقتي هنكمل على التراينجل inequality. التراينجل انيكواليتي ان بنقول ان اي تراينجل في الدنيا لازم يكون السم بتاع any two side السم بتاع any two side more than a third side. يعني اي سايدين في الدنيا ده طبعا ده تراينجل، الانجلز مختلفه. انا عندي لو السايد ده مثلا والسايد ده اي السم بتاع اي اتنين لازم يكون اكبر من السايد التاني. لو حطيت لك السايد ده for example ب 5 او خلي ده مثلا 8 والسايد ده ب7 والسايد ده ب5، لو عملتي اي بلس لاي اتنين صغيرين هتلاقي اكبر من الثيرد سايد. يعني مثلا فين السمولست سايد او اصغر تو سايد، اصغر اتنين فين؟ ال5 وال7. اعمل كده 5 بلس 7 هتلاقي اكبر من الرقم الثالث. 5 و7 كام؟ 5 و7 12. فعلا more than مين 8. لو تراينجل تاني حطينا السايد ده مثلا 5 وده 4 وده 3، ها لو عملت اي سم للاثنين هيطلع اكبر من الثالث. فابدا بالصغيرين كده 3 و4. 3 و4 كام؟ 3 و4 7 وال7 مور ذان 5. حتى لو ضربت الباقيين اكيد بقى صح خلاص. 3 و5 8 وال8 مور ذان ال4. طب لو جربنا نعمل بلس لل4 وال5، 4 و5 9 برضه مور ذان ال3. يبقى ده شرط اساسي في اي تراينجل اني لازم يكون السم بتاع التو سايد مور ذان ال3. فعشان كده يا شباب ما ينفعش اي ارقام وخلاص اقول لك ينفع يكون تراينجل. يعني مثلا لو سايد ب 5 وسايد ب 6، هل السايد التاني ينفع يكون 1؟ بالعقل كده اصلا انا رسمت 6 سنتيمتر، رسمت 5 سنتيمتر اهو. قول لي بقى ازاي ده ازاي هيكون 1 وانا اهي؟ ازاي هيكون 1؟ فاكيد استحاله. بس طب احنا ماشيين برول بقى، فمش هينفع اي ثلاث ارقام اقول لك. انا برضه ما ينفعش اقول 5 وسايد ب 6 وسايد 112. ايه ده؟ يعني ازاي سايد ب 5 وسايد ب 6 والتاني 100؟ اكيد لا. طب انا اعرف اختار الارقام دي منين؟ قال لك الرول بتاعنا لازم يكون السم بتاع الاثنين دول مور ذان السير. يعني مثلا لو انا هقول لك اكزامبل تاني، هقول لك انا معايا تراينجل السايد ده بتاعه بنقول 6 وده مثلا نقول السايد بتاعه 5. السايد ده ممكن يكون كام؟ تعالى كده نجرب. انا هحط مثلا السايد ده ب 3. فين اصغر تو سايد؟ السمولست سايد عندك 3 و5. حلو، 3 و5 ايه؟ 3 و5 يا مستر 8 اكبر من ال 6. يبقى ده ينفع. تعالى نحط مثلا السايد ده ب 4. ال 4 مع ال 3، 4 و 3 9 ينفع اكبر من ال 6. تعالى نجرب نحط 5. 5 و5 10 ينفع اكبر من ال 6 برضه. طب كلام كويس. طب لو قلنا 6، 6 و5، 6 و5 11 اكبر من 6. ونفضل بقى ايه نكمل. في ارقام كتير تنفع. طب سؤال، ينفع احط هنا 1؟ تعال نجرب كده. 1 و5 6. ايه ده؟ لا ما ينفعش يكون ايكوال 6، ده لازم يكون الاثنين دول اكبر من ال 6. يبقى لما حطينا السايد ب 1 وجينا هنعمل 1 بلس 5 طلع 6، طلع قد ال 6 بالظبط، فما نفعتش. فعشان كده ال 1 ما نفعش، لكن كل الارقام اللي في النص كانت نافعه. طب تعالى كده نجرب 10. ينفع 10؟ فين بقى المره دي؟ فين الاثنين الصغيرين يا جماعه؟ فين الاصغر اثنين؟ ال 10 ولا ال 5 ولا ال 6؟ ال 5 وال 6. اعملهم كده بلس. 5 وال 6 11، وال 11 اكبر من 5. يبقى ينفع. ينفع ال 11 اكبر من ال 11 اكبر من 10 قصدي، فال 10 نفعت. لكن لو جيت جربت ال 11، 5 و7 ايكوال 11، لا ما ينفعش ايكوال 11، لازم يعدي ال 11. طب لو جيت جربت ال 12، 5 و6 11، 11 عدت ال 12؟ لا ما ينفعش.
ضرب ال 13 كل جاي بقى ما ينفعش. 5 و 6 11، ال 11 اكبر من 13 لا، يبقى بعد كل ده مش نافع. يبقى ايه؟ يبقى انت بدايتك من بعد ال 1 ومن بعد الايه 11، فعشان كده بنعملها انترفال. من اول ال 1، ال 1 لا، ال 1 اوبن يعني مش هاخد ال 1، هاخد اي رقم بعد ال 1 لحد مين؟ لحد ال 11 مش هاخدها، هاخد ال 11. الكلام ده معناه ايه يا شباب؟ الانترفال دي معناها كل النمبر الافتر 1 والبيفور 11 معاك ينفع يكون ساين. لكن المنظر نفسها مش هينفع عشان 5، عشان لو حطيت هنا 1 هيبقى 5 و1 ايكوال 6 وما ينفعش يكون ايكوال 6. كذلك ال 11 لو حطيت 11 ما ينفعش ليه؟ عشان الاثنين الصغيرين اللي هم 5 وال 6 ما جابوه ده ايكوال 11، لازم يعدي ال 11. لكن اي رقم في النص عادي، يعني لو 6 ينفع، لو 7 ينفع، لو 10 ينفع، لو 9 ينفع، كل ده ينفع. ده ينفع، ده ما ينفعش، ده ينفع، ده ما ينفعش، قال لك لا، في طريقه سهله جدا. بص يا باشا، انت عندك هنا انترفال، هتعمل لي انترفال كده. الرقم الاولاني ده هجيبه منين؟ لو انت لاحظت ال1 ده جبناه منين يا اساتذه؟ من 6 ماينس 5. اه صح، 6 ماينس 5 1. يبقى انا ممكن اعمل ماينس واحط الرقم في الاول. طب وال 11 جه منين؟ من البلس يا مستر، يبقى انت تمسك ال 5 وال 6 تعمل لهم بلس. حطها لي هنا. بس third side كان to be السايد التالت ممكن يكون كام؟ أي نمبر between الانترفال دي من أول الماينس لحد البلس. فبقى لما يجي سؤال زي ده، بص بقى كده أنا نشوف كده عشان أنت بتحل دلوقتي 3 وفوق، ها ينفع السيرد سايد يكون بكام؟ هتقول لي هعمل انترفال، أقول لك هعمل للأرقام دي ماينس 4 ماينس 3 1، يعني لهم بلس 4 و 3 7. بس معنى ايه ده يا مستر؟ معناه ان السيرد سايد ينفع يكون 1.5. ال1 لا ما ينفعش 1.5 2 2.3 7 سوري 4 3 5 6 6.5، اي رقم بتوين ال1 وال6. عادي، هتعملي انترفال فعلا، مره نعمل لهم بلس ومره نعمل لهم ماينس. وهنعمل دول ماينس بعض، 7.5 ماينس 4.5 يطلع 3. ومره اعمل لهم ايه؟ مره اعمل لهم بلس، يعني 4.5 بلس 7.5 يطلع كام؟ 12. ماشي. find the set of possible value. السؤال بيقول كده عايز اعرف البوسيبل فاليو لللينس اوف ذا third side، يعني عايز اعرف اللينس بتاع الثيرد سايد ممكن يكون بكام، من كام لكام، set of possible value، يعني كل الارقام اللي تنفع تكون ثيرد سايد فين؟ في التراينجل. يلا. ماشي. احنا لو عملنا الاثنين دول ماينس هيطلع معاكي بزيرو، ولو عملنا الاثنين دول بلس هيطلع 4 روت ال 5، وكده جبنا الثيرد سايد. نفتح الاكسرسايز 9 ونبدا مثلا نحل كام سؤال كده برضه كريفيجن يعني. اول سؤال عندي هنحل question 2. السؤال ده مهم جدا في question 2. بيقول لك ايه في question 2؟ ركز معايا كده وصلي على النبي. انا عندي في التراينجل اللي قدام عينك ده، انا معايا ان الاي بي والاي سي ايكوال بعض، اكيد هستفيد من ده حاجه. ومعايا كمان قايل لك ان الانجل دي اكبر من الانجل دي، الانجل اللي هي بي ديت مالها مور ذان الانجل سي، وعايز يثبت ان الانجل اي بي دي كلها مور ذان الانجل اي سي دي كلها. عشان اثبت الانجل دي اكبر من الانجل دي كلها، هثبت ان ايه؟ ان في، شوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه هستفيد ايه يا شباب؟ ان التراينجل، ان السايد ده والسايد ده ايكوال. انا هستفيد ايه يا مستر من التراينجل السايد ده والسايد ده ايكوال؟ اقول لك انا عندي هقول له سنس ان الاي بي ايكوال الاي سي، ادام التو سايد ايكوال يبقى اكيد التراينجل ده ايسوسيلس، يبقى اكتب كده therefore التراينجل ABC is isosceles. طب انا استفدت ان التراينجل اساسي، يا سلام، استفدت ان البيز انجل ار ايكوال، ان دي ودي ايكوال بعض يا حبيب قلبي. يبقى therefore ان measure of angle ABC اللي هي الانجل اللي تحت دي equal measure of angle ACB. يبقى انا استفدت ايه؟ استفدت ان الانجل ادام السايد ايكوال السايد،
يبقى الانجل اللي تحت ايكوال الانجل اللي تحت. ده نمبر 1. طيب تعال نبص على تحت بقى، انا اتكلمت على التراينجل اللي فوق، تعال ننزل على التراينجل اللي تحت. التراينجل اللي تحت لو انت ركزت هتلاقي ان الانجل بي اكبر من الانجل سي. الانجل بي اكبر من الانجل سي، بس انا مش هقول بي بس يا باشا، هقول دي بي سي اكبر من دي سي بي. على فكره ممكن اسمي دي مثلا 1 و2 عشان ما افضلش اقول الحروف، بدل ما اقول بي دي سي واتلخبط دي سي بي واتلخبط في الحروف، ممكن اسمي دي 1 واسمي دي 2 واحطها على الرسمه واقول الانجل اللي انا حاطط عندها نمبر 1 اكبر من الانجل اللي انا حاطط عندها نمبر كام؟ نمبر 2. بس انا معودك في الاول كده على ترتيب الليترز يعني. يبقى انا اقول ايه هنا؟ هقول له since انت مديني في المساله اصلا ان الانجل ديت اكبر من الانجل دي، اللي البي كلها اكبر من السي. اقول له since الميجر اوف انجل الحته بتاعت البي اللي هي دي بي سي more than اكبر من measure of angle دي سي بي. يعني الانجل دي طب يعني جميل. هو عايز يثبت ايه بقى؟ عاوز يثبت ان دي كلها اكبر من دي كلها. طب ما تعمل ادنج يا حبيب قلبي، لو زودت دي على دي، لو زودت دي على الكبيره وزودت دي على الصغيره ستيل برضه دي اكبر من دي. زي مثلا انا الراجل ده معاه 80 جنيه 80 باوند وده معاه 60، جيت اديت لده 50 واديت لده 50، انت مديله نفس الانجل دوت كولاترال، فال 50 لما تيجي تعملها بلس 80 هيطلع برضه مور ذان ال 50 بلس مين؟ بلس ال 60. ما هو اكيد برضه الكبير هيفضل كبير، ما انت اديت له نفس ال 50، انت مدي ده 50 ومدي ده 50، صح ولا ايه؟ كنا بنشرحها بالاكزامبل ده الحصه اللي فاتت. فهنا اقول ايه؟ هنا اقول يا مستر ادام الانجل دي اكبر من دي، لو عملت ادنج للاثنين دول ستيل برضه دي اكبر، باي ادنج. زود مين على مين؟ هزود 1 على 2، بدل ما هكتب by adding ABC to DCB and adding ACB to DCB، لا انا بقول by adding 1 اللي هم الاثنين اللي فوق ل 2 اللي هم الاثنين اللي تحت، by adding 1 and 2. therefore استفدت ايه بقى؟ استفدت ادام الانجل دي كبيره فالانجل دي كلها اكبر من دي كلها. يبقى therefore measure of angle ABD مالها more than measure of angle ACD. الانجل دي كلها اكبر من دي كلها. طيب هنا بيقول لك ان measure of angle A more than measure of angle 2. بيقول لك and why، اشرح يلا. يعني بروف من الاخر، يعني من الاخر بيقول لك بروف ان 1 اكبر من 2. فين 1؟ دي 1. فين 2؟ دي 2. عاوز يثبت ان 1 اكبر من 2. انا اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز يعمل بروف ان انجل 1 اللي انا ملونها بالازرق مور ذان انجل 2. واحده واحده كده وصلي على النبي وركز معايا. طيب انا هنا اول حاجه لقيت ان التو لاين دول بارلل، فقلت هنا سنس ان في بارلل لاين هكتب كده لان مفيش نيم، هو مش مسمي حاجه يعني، فانا اقول سنس ان دول بارلل يبقى الانجل 2 ايكوال انجل مين؟ انجل 4. يبقى measure of angle اللي اسمها 2 equal measure of angle 4. ودي واخدينها في بريب 1. اقول له باي alternate. لو انتوا فاكرين ايه alternate دي يا مستر؟ اللي هي حرف الزد، بس اكيد مش هقول له باي زد يعني، لا هقول له باي alternate. كلام جميل. بعدين اقول يا مستر بعدين كنا واخدين حاجه في الليسن اللي فات بتقول لو انت عندك التراينجل مثلا زي ده، دي بنسميها يا شباب exterior angle. قلنا السيشن اللي فاتت ان الاكستيريور انجل دي ايكوال الاثنين انتيريور اللي جوه. الاكستيريور انجل اللي بره التراينجل بتكون قد الاثنين اللي جوه التراينجل، بس مش اللي جنبها، لا الاثنين التانيين. فادام دي قد الاثنين التانيين مع بعض فهي اكبر من كل واحده لوحدها. حتى لو انت فاكر قلت الاكزامبل اللي حسبت لو دي كانت 60 ودي كانت 40، مين يعرف يجيب الانجل الاكستيريور اللي بره دي؟ حد قال لي يا مستر الاكستيريور انجل يعمل لهم بلس 60 و40 يطلع معانا مين؟ 100. تمام. يبقى الاكستيريور اللي بره قد الاثنين مع بعض، فاكيد الاكستيريور دي اكبر من ال 40 لوحدها، واكبر منين؟ واكبر من 60 كمان لوحدها. ايوه، يبقى الاكستيريور انجل بتكون اكبر من الانتيريور انجل دي لوحدها واكبر من الانتيريور انجل دي لوحدها. نفس الكلام اللي هنا في الاكزامبل اللي انا عمله لك هقوله هنا برضه. انجل 1 دي اكستيريور يعني بره التراينجل ده خالص،
يبقى هي ايكوال الاثنين اللي جوه، ايكوال ال 3 وال 4. وادام ايكوال ال 3 وال 4 يبقى اكبر من ال 3 لوحدها واكبر من ال 4 لوحدها. طيب تعالى نكتب الكلام ده. هقول له measure of angle 1 is اسمها ايه؟ قول معايا exterior angle. وادام exterior angle يبقى measure of angle ايه ده يا دكتوره؟ مالها؟ ركزي معايا هنا. equal الاثنين دول مع بعض 3 و 4 equal measure of angle 3 plus measure of angle 4. يبقى الانجل 1 اللي بره اللي هي الاكستيريور بتكون equal الاثنين اللي جوه 3 و 4. معنى كده ان measure of angle 1 دي اكبر من ال 3 لوحدها، وبالتالي اكبر منين؟ اكبر من ال 4 لوحدها. انجل 1 دي اكبر من ال 3 لوحدها واكبر من ال 4 لوحدها. طب ثواني، ده نمبر 2. بص كده بقى على نمبر 1 ونمبر 2. من 1 و 2 احنا قلنا ان ال 2 قد ال 4، ودلوقتي احنا قلنا ان ال 1 اكبر من ال 4. طب ثواني، هي مش ال 2 قد ال 4 وقلنا ان ال 1 اكبر من ال 4، فزي ما ال 1 اكبر من ال 4 يبقى ال 1 اكبر من ال 2 اللي هي زيها زي ال 4 يعني. تمام. يبقى اقول له هنا from 1 و 2 from 1 و 2 زي ما ال 1 اكبر من ال 4 يبقى ال 1 هي كمان اكبر من ال 2، لان ال 2 وال 4 ايكوال بعض لما قلنا زد alternate. فزي ما ال 1 اكبر من ال 4 عشان 1 exterior دي interior يبقى ال 1 هي كمان اكبر من ال 2. نقول له therefore measure of angle 1 اكبر من measure of angle 2. اول حاجه انا عندي انا عندي الاي دي والاي بي ايكوال، فاقول له since ان الاي دي ايكوال الاي بي therefore the triangle ABD is isosceles. طب ما دام التراينجل اساسا استفيد ايه؟ على طول قول لي الانجل تحت ايكوال بعض، يبقى الانجل بي ايكوال انجل دي. يبقى اقول له therefore measure of angle B، بس مش هقولها بي بقى، هقولها بثلاث حروف ABD. مالها؟ ايكوال دي، الدي اللي اسمها ايه؟ ADB equal measure of angle ADB. جميل. نمبر 1 يبقى احنا قلنا الانجل دي والانجل دي ايكوال بعض. تعال نخش بقى على التراينجل تحت. الانجل اي دي بي اللي هي الانجل دي ديت تعتبر اكستيريور انجل بالنسبه للتراينجل دي بي سي. هكتب كده سنس ان الانجل اللي اسمها اي دي بي تعتبر از exterior angle. exterior angle بالنسبه لانهي تراينجل؟ بالنسبه للتراينجل يا مستر دي بي سي، دي بره عنه خالص. واحنا قلنا يا استاذه ان الاكستيريور انجل اللي بره دي ايكوال الاثنين انتيريور اللي جوه. يعني انا عندي الرول بتقول ان ميجر اوف انجل اي دي بي الاكستيريور بتكون ايكوال الاثنين انتيريور السي والبي. ايكوال الاثنين انتيريور ميجر اوف انجل سي ومعاها ميجر اوف انجل بي اللي اسمها دي بي سي. الاكستيريور انجل اللي بره دي ايكوال الاثنين انتيريور اللي جوه دول، فاكيد الاكستيريور انجل اللي بره دي اكبر من السي لوحدها واكبر من البي لوحدها. يعني اقول له therefore measure of angle ADB الاكستيريور دي اكبر من measure of angle C لوحدها. دي ديت اكبر من السي لوحدها واكبر من البي. طيب ده نمبر 2. طب مش احنا من شويه قلنا الدي ايكوال البي؟ بعد كده قلنا الدي اكبر من السي، يبقى البي هي كمان اكبر من السي لان الاثنين دول زي بعض. الدي اكبر من السي، طب ما الدي هي البي يبقى البي هي كمان اكبر من السي. يبقى اقول له from 1 و 2 therefore measure of angle B اللي اسمها ABD هي كمان اكبر من measure of angle C. زي ما الدي اكبر من البي، الدي اكبر من السي، الدي والبي زي بعض، يبقى البي هي كمان اكبر من السي. هنكمل ان شاء الله على lesson 2 unit 3 برضو. هنكمل على على inequality in triangle. نبدأ بقى احنا بيج 128 الليسون بتاع inequality of the triangle. يلا بينا نبدأ اهو.
الدرس ده لذيذ جدا وظريف شويه. الفكره بتاعته كلها اتنين فكرتين عكس بعض تماما. لو انا عندي مثلا اي تراينجل عامه، التراينجل ده بيكون فيه انجل كبيره وانجل صغيره. انا مثلا لو انا بتكلم على تراينجل وليكن مثلا تراينجل زي ده اوبتيوس اهو مثلا، لو بصيت هتلاقي ان السايد ده كبير جدا مثلا وليكن 13، السايد ده مثلا اكنه 12، والسايد ده كانه مثلا 8. لو بصيت هتلاقي ان الاكبر سايد فيهم، السايد الكبير، هتلاقي opposite to greatest angle. انت عايز تقول مثلا السايد الكبير قصاده انجل كبيره اوبتيوس اهي، والسايد اللي اقل منه شويه قصاده اكبر انجل اكبر سنه، والسايد الصغير خالص قصاده مين؟ قصاده انجل صغيره خالص. انا عندي تراينجل اي بي سي، عايز بس اقول لك هنا اشرح لك فكره الابزيت. السايد اللي اسمه بي سي opposite to angle مين؟ to measure of angle A. اكيد البي سي قصاده انجل ايه؟ ماشي. طيب يبقى الاي سي قصاده انجل مين؟ الاي سي يا مستر الانجل اللي في وشه، الانجل اللي في وشه بي يا مستر بي، يبقى قصاده انجل بي. طب يا مستر طب السايد الاي بي قصاده مين؟ ركز اهو، الاي بي اهو قصاده مين؟ قصاده انجل سي. مظبوط. يبقى خلي بالك السايد بيكون بتو لتر، الانجل ممكن لتر واحد او 3 لترز. ماشي. طيب انا الرول بتقول ايه بقى؟ بتقول قلنا الجريتست سايد اكبر سايد اللي هو ال 13 هتلاقي قصاده اكبر انجل، واصغر سايد اللي هو 8 هتلاقي قصاده ايه؟ اصغر انجل. ممكن طيب نسميهم علشان ما نتلخبطش. قول مين يقول فين اكبر انجل فيهم؟ the greatest side opposite to the greatest angle. السايد الكبير opposite لمين؟ للجريتست انجل، للانجل الكبيره. الجريتست سايد opposite لمين؟ للجريتست انجل. السايد الكبير قصاده انجل ايه؟ كبيره. فلما اجي اقول لك فين اكبر سايد تقول لي بي سي، يبقى فين اكبر انجل؟ ده بي سي ده اكبر سايد، يبقى اكبر سايد بي سي. السايد اللي اصغر منه سنه اللي هو اي سي. السايد اللي اصغر منه سنه او اصغر واحد خالص اللي هو اي بي. يبقى اقول له السايد بي سي مور ذان سايد اي سي مور ذان السايد اي بي. انا كده عملت ارينج للسايد، يعني رتبت السايد. البي سي اكبر لانه 13، الاي سي اصغر منه سنه لانه 12، الاي بي اصغر واحد فيهم لانهم 8. عملت ارينج ديسندنج يعني من الكبير للصغير بالنسبه للسايد. طيب انا عايز ارتب الانجل يا مستر، سهله قوي قوي. بص شوف فين الانجل. البي سي اوبزيت لانجل مين؟ انا ممكن اعملها بطريقتين. ممكن ابص على الرسمه اشوف البي سي اهي، فين الانجل اللي في وشها؟ يقول لي ايه؟ او ممكن لو المستر قال لك البي سي فين الحرف اللي ناقص؟ شو التراينجل اسمه ايه بي سي؟ البي سي ناقص لتر ايه؟ ميسنج سايد ناقص لتر ايه يا مستر؟ يبقى تمام مش الانجل ايه؟ انجل ايه دي الجريتست انجل. طيب بعد كده فين الانجل الاكبر بعديها؟ الاكبر بعديها هي الاي سي. فين الاوبزيت انجل؟ الاي سي قصاد مين؟ قصاد ايه؟ او ممكن يا مستر اخد حرف الناقص، مش ده اي سي يبقى ناقص انجل مين؟ ناقص انجل بي. ميزان اكبر من مين؟ اكبر من الاي سي. فين الانجل اللي في وش السايد اي بي؟ اللي في وش الاي بي سي، يبقى ميجر اوف انجل سي. او اخد الحرف الناقص اي بي ناقصه مين؟ سي. يبقى انا دلوقتي عملت الرينج للانجل عن طريق السايد. انا كان معيش ارقام للانجل، انا معيش ارقام للانجل. ازاي يا مستر اعمل ارينج للانجل؟ يا عم رتب السايد، اكبر سايد قصاده اكبر انجل، والاكبر اللي بعديه قصاد اللي بعديه، واصغر سايد قصاده اصغر ايه؟ اصغر انجل. بص كده عكس، انا رسمت لك تراينجل كده،
قلت لك هنا اكس واي زد، قلت لك الانجل دي ب 120، قلت لك الانجل دي ب 30، بلاش 30، خلي دي 110، خلي دي 110 وخلي دي 30. طبعا ممكن اجيب الواي اصلا، يعني انت تعمل 180 ماينس ال 110 مع ال 30 تطلع الانجل الباقيه ب 40، مش قصه، مش حوار. تمام. دلوقتي انا تعالى نعمل ارينج للانجل، نرتب الانجل. يلا، اكبر انجل مين؟ يا مصر التفاهه دي، ده هبل قوي. اكبر انجل مين يا جماعه؟ انجل اكس، صح؟ نعيدها تاني. انا عندي يا مستر اكبر انجل هي 110، يبقى اكيد قصادها هو اكبر سايد. فين السايد اللي في وش ال 110؟ اكس واي. يبقى اكس واي ده اكبر سايد فيهم وباينه قوي. الانجل اللي بعديها 40، فين السايد اللي في وشها؟ اللي تحت يا مستر اللي هو اسمه اكس زد. اكس زد اكبر من ميجر اوف انجل زد. مين اللي في وش الزد؟ الزد دي اصغر انجل يبقى في وشها اصغر سايد، اللي هو مين؟ اللي هو ده، اللي هو واي اكس. يبقى اكبر انجل قصاد اكبر سايد، اصغر انجل قصاد اصغر ايه سايد. هو دي فكره الدرس كله. انا عندي في الاكزامبل ده بيقول لي arrange the measure of the angle descending. فيا جماعه ما حدش يقول يا مستر ارتب الانجل ازاي، ده مديني سايد. يا حبيب قلبي ما احنا واخدين رول ان التراينجل انكواليتي بتقول ان اكبر سايد opposite to greatest angle، والعكس smallest side opposite to smallest angle. طيب، فعشان كده انا رسمت تراينجل. على فكره ممكن احلها من غير رسمه، بس ماشي. رسمنا تراينجل اي بي سي، حطينا الاي بي ب 12، الاي بي سي ب 4، الاي سي ب 10 زي ما احنا عملنا كده. حلو قوي. تعال نطبق بقى الرول. تعال نرتب اول حاجه السايد. فين هو عايز يرتب ديسني ولا اسندنج؟ ديسني، يعني من الكبير. ابدا من الكبير. اكبر سايد يا مستر البي سي زي ما انت قلت، مور ذان. البي سي اكبر من الاي بي عشان دي ب 12، اكبر من الاي سي. يبقى اقول له البي سي ده 14، ده الجريتست انجل، اكبر من اللي بعديها اللي هي 12، واكبر من اللي بعديها اللي هي كام؟ 10. جميل. بس انا هنا عملت ارينج للسايد، انا عايز اعمل ارينج للانجل يا مستر، عايز ارتب الانجل. ماشي، سهل. بي سي ده اكبر سايد، يبقى اللي قصاده اكبر انجل اللي هي مين؟ اللي هي ايه؟ يبقى measure of angle A more than، اكبر من الاي بي في وشها مين؟ الاي بي قصادها انجل سي. اتعلمنا طريقه ثانيه. الاي بي هات الحرف الناقص، اي بي سي، ناقص السي يا مستر. مور ذان. الاي سي ده اصغر سايد، يبقى قصاده اصغر انجل. الاي سي ده اصغر سايد، فقصاده اصغر انجل اللي هي ميجر اوف انجل مين؟ بي. فانا رتبت الانجل A اكبر من انجل سي اكبر من انجل بي. رتبت الانجل مع ان كان معايا سايد بس. اكزامبل 2 يا شباب مهم جدا جدا وبيجي في امتحانات كتير. بيقول لك ال ABCD is quadrilateral، فرسمت quadrilateral. طبعا quadrilateral figure شكل فيه 4 side اهو، quadrilateral، وسميته مثلا A B C D. هو قال لك ان ال AB ب 5، جيت عند ال AB وحطيت عنده 5، ال BC ب 2 عند ال BC 2، ال DC ب 3، ال DC ب 3، واخيرا ال DA بكام؟ ب 4. بيقول لك بروف ذات ان انجل دي سي بي، عاوز يثبت ان انجل دي سي بي ده اكبر من الانجل ايه ديت. ازاي يا مستر اثبت ان الانجل دي كلها اكبر من الانجل دي كلها؟ انا عندي رول بيقول ان الجريتست انجل اوبوزيت للجريتست سايد، والجريتست سايد اوبوزيت للجريتست انجل والعكس. عشان تثبت ان الانجل دي اكبر من الانجل دي لازم اثبت ان السايد اللي في وشها اكبر من السايد اللي في وشها. طب تثبت ازاي السايد اللي في وشها وانت اصلا ما عندكش تراينجل؟ فعشان كده انا مضطر اعمل جوين كده واعمل درو كونستراكشن، اوصل الاي بالسي. اول حاجه هعملها هعمل درو الاي بالسي، ده كونستراكشن. وصلت الاي بالسي، ماشي. فلما وصلت الاي بالسي ظهر عندي اتنين تراينجل، في تراينجل فوق وفي تراينجل تحت. هنقسم شغلنا يا شباب، نعود نفسك كده، ادام في اتنين تراينجل هقسم شغلي على التراينجل اللي فوق وبعد كده تراينجل تحت. فاقول له اول حاجه ان تراينجل اللي فوق اسمه ايه؟
اللي فوق اسمه ADC. انا شغال على التراينجل اللي فوق اللي هو ده. ماله التراينجل ده بقى؟ التراينجل اللي فوق دلوقتي انا معايا تو سايد، معايا سايد دي سي ومعايا سايد دي اي. مين الجريتست سايد؟ اكبر سايد فيهم مين؟ هتقول لي الدي سي اكبر من الدي بي. الدي اي مور ذان الدي سي. السايد ده 4 والسايد ده ب 3 صح؟ يبقى اقول له السايد ده اكبر من السايد ده. يبقى بالتالي يا مستر الابزيت انجل فين اللي في وش الدي سي؟ الدي اي قصدي، اللي في وشها سي. مالها؟ مور ذان، اكبر من اللي في وش الثري اللي هو الدي سي. مين الابزيت للدي سي؟ الابزيت للثري. امشي اللي في وشها مين؟ صح، الاي. يبقى فعلا اقدر اقول ان ميجر اوف انجل دي سي اي اللي هي سي ديت مور ذان، اكبر من دي اي سي اللي هي دي. تعالى نعيدها تاني ونكتبها في البروف. نقول تاني يا مستر، انا هنا اول حاجه قسمت شغلي ان هشتغل في تراينجل اللي فوق. لاحظت في التراينجل اللي فوق ان عندي فيه تو سايد، في سايد اكبر من سايد، فاقول له سنس ان السايد اللي اسمه اي دي مور ذان السايد اللي اسمه دي سي. واكيد ده ب 4 وده ب 3 صح؟ يبقى السايد الاي دي اكبر. استنى، ما دام سايد اكبر من السايد يبقى انجل اكبر من انجل. مظبوط. يبقى زير فور ميجر اوف انجل فين اللي في وش الاي دي؟ اي دي في وشها سي اللي هي اسمها ايه؟ اللي اسمها دي سي اي او اي سي دي ايا كان، المهم ان السي تكون في النص. يبقى ميجر اوف انجل اي سي دي مور ذان اكبر من، يلا، الدي سي. الدي سي فين اللي في وش الدي سي؟ الاي. ولا بتاعت حروف بقى يا مستر؟ يبقى ولا بتاعت حروف ماشي، نقول سي اي دي ودي اي سي، يبقى دي اي سي. ماشي خلاص، احنا قلنا الانجل دي اكبر من الانجل دي، ده نمبر 1. السي اللي فوق اكبر من الاي اللي فوق. تعال نخش بقى على التراينجل تحت. ان تراينجل، التراينجل تحت اسمه ايه؟ اسمه بي اي سي. بي اي سي. ها، مين اكبر من مين؟ الاي بي اكبر منين؟ من البي سي. فاقول له سنس السايد اللي اسمه اي بي مور ذان اكبر من السايد اللي اسمه بي سي. حلو قوي. فانا عندي سايد اكبر من السايد. ادام السايد ده اكبر من السايد ده يبقى الانجل اللي في وش ده اللي هي دي كلها اكبر من الانجل اللي في وش البي سي اللي هي كام؟ اللي هي 2 اللي هي دي. يبقى بقول له سنس ان الاي بي اللي هي 5 اكبر من البي سي اللي هي 2. يبقى زير فور الانجل اللي في وش الاي بي اللي هي سي اللي اسمها ايه؟ ميجر انجل اي سي بي اكبر من الانجل اللي في وش ال2. فين اللي في وش ال2؟ اللي في وش البي سي مين؟ اللي في وش البي سي الاي برضه الصغيره دي اللي هي بي اي سي. ده نمبر وده نمبر كده. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا السي اللي فوق اكبر من اللي فوق، قلنا السي اللي تحت اكبر من اللي تحت. يبقى السي كلها على بعضها باي ادنج ايكوال الاي كلها على بعضها باي ادنج. فاقول باي ادنج ازود 1 على 2، يعني ازود السي اللي فوق على السي اللي تحت، ازود الاي اللي فوق على الاي اللي تحت. يبقى زير فور ميجر اوف انجل سي كلها على بعضها مور ذان ميجر اوف انجل اي كلها على بعضها. واحده من فوق لسه حللها، يعني مثلا دي هو انا مش هيديها لك مقسومه، انت اللي هتقسميها. طب اقسمها ازاي؟ هو عايز ايه؟ يثبت ان اي بي سي كل دي اكبر من الاي دي سي اللي هي كل دي. حلو، اقسمها نصين. هشتغل على التراينجل اللي فوق لوحده واشتغل على التراينجل اللي تحت لوحده. اللي فوق احنا لسه حالينها بالظبط لسه حالينها فوق. انت عندك سنس ان ده ايسوسيلس، يبقى السايد ايكوال سايد، يبقى الانجل اللي فوق ايكوال الانجل اللي فوق. بعد كده ننزل تحت، سنس ان السايد ده ماله اكبر من ده، يبقى الابوزيت انجل اكبر من الابوزيت انجل. تعال نحلها بس ايه نكتبها هنا كده. نمسك كل ده في الاول. انا عندي نوعيه من اول كده وجديد. هو عايز يثبت ان الانجل دي اكبر من الانجل دي كلها اكبر من دي كلها، فالمستر قال بقسمها نصين. بقول له بقى في تراينجل فوق، فاقول له ان تراينجل اللي فوق اللي هو اسمه اي بي دي. ماله التراينجل اللي فوق ده؟ انا عندي الاي بي ايكوال الاي دي، فبالتالي التراينجل ده ايسوسيلس. ايه ده زي احنا لسه حلينا بالظبط. ايوه، يعني الاي بي سي از ايسوسيلس.
ما دام ايسوسيلس يبقى البيز انجل ار ايكوال، يبقى البي ديت قد الدي ديت، يبقى therefore measure of angle ABD اللي هي ديت equal measure of angle ADB. ADB ده نمبر 1. يبقى الانجل اللي فوق ايكوال انجل اللي فوق. انزل تحت. تحت قايل لك السايد اللي اسمه دي سي اكبر من السايد اللي اسمه بي سي. قايل لك ان السايد ده اكبر من السايد ده. فاقول له سنس ان السايد دي سي اكبر من السايد بي سي، هل هستفيد حاجه ان السايد اكبر من السايد؟ طبعا. ادام السايد اكبر من السايد يبقى الانجل اللي في وشها اكبر من الانجل اللي في وشها. ماشي. فين اللي في وش الدي سي؟ البي يا مستر. يبقى الانجل بي اكبر من اللي في وش البي سي. مين اللي في وش البي سي؟ الدي. ايوه بالظبط. يبقى سنس ان الدي سي اكبر من البي سي، ادام السايد اكبر من السايد يبقى الانجل اللي في وشها اللي هي ميجر اوف انجل سي بي دي مالها اكبر من الانجل اللي في وشها اللي هي ميجر اوف انجل فين اللي في وش السي بي؟ اللي في وشها دي اللي اسمها ايه؟ سي دي بي. وده نمبر 2. حلو. طب الانجل دي اكبر من الانجل دي باي ادنج دول مع بعض ودول مع بعض. فاكرين لما قلت لكم اللي مثلا ده معاه كذا وده معاه كذا، لو جيت زودت 50 جنيه ده 50 جنيه هيفضل ده برضو الكبير. هي نفس المسألة. فاقول هنا باي ادنج 1 و 2 باي ادنج 1 and 2 therefore measure of angle B كلها على بعضها برضه still more than measure of angle D كلها على بعضها. المسألة اللي هي example 3 ده عكس اللي احنا خدناه. المرة دي شغال على الانجل. طب ما هي ما الجريتست انجل opposite لجريتست سايد. فعشان اثبت ان سايد اكبر من سايد محتاج اثبت ان انجل اكبر من انجل. يعني بص هنا دي انجل دي بكام؟ 80 والانجل دي في كام؟ 40. مين يقول لي انهي سايد اكبر؟ عندي السايد اللي اسمه اي سي يا استاذ اكبر من السايد اللي اسمه اي بي. ليه يا مستر؟ ما الاي سي قصاد الانجل بي اللي هي 80 قصاد الاكبر، فعشان كده ده الكبير. اما الاي بي اوبزيت لل 40 قصادها انجل 40 صغيره. صح ولا ايه؟ طيب تعالى نحل بقى البروف في اكزامبل سي ده. طبعا هو مديك بارل، اكيد البارل ليه لازمه. هيبقى في زد او اف او يو. فالانجل دي ب 30 يبقى اللي تحت على طول بكام؟ ب 30 باي ايه؟ الترنيت يا مستر حرف الزد احنا عارفينها دي. ماشي. معاك دي 70 ومعاك دي 30 تقدر تجيب السي؟ طبعا. اقول له يا مستر 180 ماينس انت معاك 70 و30. ماشي. 180 ماينس الاثنين دول هيطلع معاك كام؟ 80. يبقى الانجل دي طلعت بكام؟ ب 80. انت معاك كل الانجل. بس هو عايز يثبت ايه بقى؟ ان الاي بي اكبر من الاي سي. يلا الاي بي شوف قصادها انجل كام؟ الاي بي قصادها 80. اما الاي سي قصادها 30. خلاص يبقى الاي بي اكبر. يبقى اقول له الاي بي مور ذان الاي سي عشان ده اوبزيت لل 80 اما ده اوبزيت لمين؟ لل 30. نكتبها ازاي؟ يلا واحده واحده مع بعض. سنس اول حاجه اقول ان الاثنين دول باراليل. اقول سنس ان الاي دي باراليل للبي سي. انا استفدت ايه من الباراليل؟ يعني استفدت ايه؟ استفدت ان في زد يا حبيب قلب اهو ان الانجل دي ودي 30 الاثنين. بقول له therefore measure of angle DAB اللي هي اللي فوق DAB اللي فوق equal measure of angle ABC اللي تحت ABC. equal measure of angle ABC equal كام؟ 30 باي ايه؟ باي alternate. الاثنين باي alternate. بعد كده اقول ايه بقى يا معلم؟ هقول لي بعد كده هقول له بقى انت معاك انجل دي 70 ودي 30 ممكن اجيب السي. measure of angle C equal 180 minus كام وكام؟ minus ال 70 وال 30 هيطلع معاك 80. قوي. يبقى كده معايا السي ب 30 والايه البي ب 30 والسي ب 80. هو عايز يثبت بقى، عاوز يثبت ان السايد اللي اسمه اي بي اكبر من السايد اللي اسمه اي سي. طب اقول له مين الانجل الكبير؟ البي ولا السي؟ اقول له سنس ميجر اوف انجل مين اللي في وش الاي بي؟ سي. ميجر اوف انجل سي اكبر من ميجر اوف انجل فين اللي في وش الاي بي؟ الاي سي قصدي اللي في وش الاي سي بي. اقول له يبقى انا عندي هقول
انجل سي اكبر من انجل بي. ليه؟ يا ابني السي ب 80 والبي ب 30، يبقى مين اكبر من مين يا استاذ؟ يبقى ميجر اوف انجل سي يا محترم اكبر من انجل بي. وادام السي اكبر من البي يبقى السايد اللي في وش السي اللي هو اي بي اكبر من السايد اللي في وش البي اللي هو اي سي. ده البروف اللي عاوز يثبت. احنا كده كام واحده كده؟ اول حاجه هنا مين انجل كبيره، الاي ولا البي؟ بص على الاي، فين اللي في وش الاي؟ هتقولي دي في وشها سايد 6.2. اما البي فين اللي في وش البي؟ قصاد البي 4. بس خلاص ما تكملش، يبقى ده اكبر. الاي اكبر عشان اوبزيت للسايد اكبر. بص بعدين كده يا معلم، بيقول لك ايه؟ الاي اوبزيت اللي في وشها 6.2. السي اوبزيت اللي في وش السي 5.4. مين الكبير؟ يبقى الايه الكبيره. اللي بعديه البي الاوبزيت للبي 4. السي الاوبزيت للسي 5.4. يبقى ده خلاص اكبر، 5.4 اكبر بس خلاص. اللي بعديه نفس الفكره. بص كده الاكزامبل 2. انا عندي يا مستر الانجل دي واضح ان دي اوبتيوس، وادام اوبتيوس هو يبقى دي اكبر انجل. بص 106 كبيره جدا، يبقى السايد اللي في وشها ده اكبر سايد. هو عايز يعمل ارينج اسcending لمين؟ للانجل. يبقى اكبر انجل مين؟ اكبر انجل يبقى measure اوف انجل اي هي اكبر انجل. اكبر. مين الاكبر انجل بعديها؟ الانجل اللي بعديها الكبيره هي الاف ولا الدي؟ مين يقول انهي انجل اكبر بعد كده، اف ولا دي؟ يبقى انا عندي الميجر اوف انجل اف اكبر ولا الدي؟ هنبص على الاف. مين اللي في وش الاف؟ اللي في وش الاف اللي في وش الاف اكس. طب فين اللي في وش الدي؟ اللي في وش الدي اللي في وش دي 2 اكس. لا يبقى مستر ال 2 اكس اكبر من الاكس. يبقى الدي اكبر. يبقى ميجر اوف انجل دي اكبر من ميجر اوف انجل اف. ليه يا مستر؟ ما هو الدي يا حبيب قلبي قصادها 2 اكس، اما الاف قصادها اكس واحده بس. عشان كده الترتيب بتاعهم بيكون. وهنا لسه خلينا واحد زيه اللي هو الرينج الانجل. عايز ارتب الانجل، انت هترتب السايد الاول، بعد كده ترتب الانجل. السايد الكبير هتجيب قصاده الانجل الكبيره. دي لسه حالين واحده زيها، ودي برضو لسه حالين واحده زيها. هو عايز يثبت ان الانجل اي بي سي ديت اكبر من الانجل دي، فهتقسم نصين وتقول لي السايد ده اكبر من السايد ده، يبقى الانجل اللي في وشه اكبر من الانجل اللي في وشه. نفس الكلام هنا برضو، باي ادنج ده وده نفس المساله لسه علينا كمان من شويه. 4 و5 و6. السكند ده بقى مديني انجل، معايا انجل مثلا 70 وانجل 75. انا ممكن اجيب دي بكل سهوله. هجيبها ازاي يا شباب؟ هعمل 180 ماينس ال 70 مع ال 75، يطلع معاك كام؟ 35. فاحنا جبنا دي 35. هو عايز يعرف انهي سايد اكبر من مين. طب ما ده عكس اللي فات يا مستر، هو بالظبط فرق عكسه. هناك فوق كان مديك سايد وعايز يثبت انجل مين اكبر من انجل مين. هنا مديك انجل وعايز يثبت سايد مين اكبر من سايد مين، في نفس الفكره. يلا الاي بي فين السايد، فين الانجل اللي في وش الاي بي؟ تقول لي دي قصادها 75. طب والاي سي؟ الاي سي قصادها بي، اي سي قصادها بي اللي هي 35، يبقى ده اكبر خلاص. طب الاي بي قلنا اوبوزيت للاي بي قصادها سي اللي هي 75. طب البي سي قصادها مين؟ البي سي قصادها ايه؟ قصادها ايه اللي هي ب 70. مين الكبير؟ لا ال 75. طيب الاي سي قصادها مين؟ الاي سي قصادها بي 35. طب البي سي قصادها مين؟ البي سي قصادها ايه اللي هي 70. طيب ال 70 اكبر، بس نفس الكلام.